إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكرياء كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم. والعصر الكريم على ذلك المشركين والشاكرين وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا وارحمنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل القرآن عظيما ربنا قلوبنا نور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزق اللهم تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم يا حجة
واغفر اللهم